بالنسبه للموسميه، مراكش احسن وقيته كيزوروها السياح وكتكون فيها السياحه ديال بصح هي من مارس حتى لماي، ومن سبتمبر حتى لنوفمبر. هذيك كيكون فيها الجو معتدل ومزيان في مراكش بالنسبه لي زاكتيفيتي، لحقاش الناس اللي كيجي مراكش ما يجيش لي بيرجوم، راه جاي لي زاكتيفيتي وبلانير اللي كاينين في مراكش. ثاني حاجه عندك الفيستيفال انترناسيونال ديال الفيلم اللي كيجي شهر من 33,000 فيزيتور في العام. هذا راه كيجيب لك الترافيك للمدينه اللي هي مراكش. ما تنسوش بان مراكش في 2023 جاء اكثر من 3 مليون سائح اللي جاء في هذا العام في 2023. حنا دابا في 2024 مازال ما كاين احصائيات. وبالنسبه للموسميه في طنجه، البيك ديالها هو شهر 6 شهر 7 شهر 8. بالنسبه لشهر 9 كيكون واحد الفيستيفال انترناسيونال سميتو طنجه جاز، كيجيو ليه الناس بزاف كيجيب لاتراكسيون توريستيك، وكيجيو الناس كيكون واحد الترافيك لطنجه بزاف، وفيها كليون بيزنس على حساب طونجي ميد. يعني طنجه كتلقاها ما فيهاش الموسميه بزاف على طول العام، ابار 6 7 8 كتكون في البيك ديالها.